السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين. النهاردة طبعا يوم عيد الأم. اليوم دوت بيبقى بالنسبة لأي حد فاقد يعني أمه وكده، بيبقى بالنسبة لنا يوم صعب جدا جدا. ربنا يرحم أمي وحماتي وخالتي وكل الناس اللي كنا بنعتبرهم في مقام أمهاتنا وكده. طبعا النهارده ولادي ما سابونيش، ربنا يخليهم لي يا رب. ولادي وجوزي نعمه في حياتي بجد. وانا حابه لو انتوا وصلتوا لغايه الحته دي، يا ريت يا ريت تحطوا لايك وتقفوا جنبي الايام اللي جايه ديت، لان بجد بجد زي ما بقول لكم في كل فيديو، اي حد متابعني وبيسمعني دلوقتي انتوا عيلتي اللي بستقوى بيها، انتوا عيلتي اللي واقفه جنبي، انتوا عيلتي اللي في ظهري. انا ماليش اي حد في الدنيا ديت الا انتوا. والنهارده يوم عيد الام، طبعا ولادي ما سابونيش وفرحوني. وعايزه اقول لكم ان هم اول سنه يهتموا بيا. الايام اللي فاتت دي كلها عديت بضغط نفسي جامد. ادعوا لي ربنا يفك يا رب يعني همي وكده، وربنا يقف جنبي في اي ضغط نفسي واي حاجه بتحصل في حياتي. وبجد لو وصلتوا للحته دي هقول لكم تاني، حطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يعلى. وبجد بجد القناه ديت انا بعتبرها، مش هقول لكم مصدر رزق ليا، لان انا الحمد لله عايشه يعني مبسوطه جدا جدا، وجوزي مش مخليني محتاجه اي حاجه. بس انا عشان بحب الميديا، وبحب اول ما بيحصل اي حاجه في حياتي اجري وافتح الكاميرا واقعد اتكلم معاكم. بحس ان كنتوا اخواتي، بحس ان كل ام بتتفرج عليا هي امي، انتوا اهلي، انتوا عيلتي. وانا على فكره بقبل اي نقد لان كنتوا اخواتي. يلا ما اطولش عليكم، التقديمه خدت كتير وقت كتير. طبعا النهارده احنا مش عايزين دموع، بالرغم ان هو يوم صعب وانا بكلمكم وايدي ساقعه وبتترعش، بس يعني ربنا يا رب يصبر اي حد في اليوم دوت. يعني انا ما كنتش بحس باليوم دوت بالناس اللي هم فاقدين يعني امهاتهم وكده، بس انا حسيت بيهم دلوقتي. فربنا يا رب يصبرني ويصبر كل حد. ويلا نرجع وندي طاقة إيجابية ليكم زي ما أنا متعودة دايما بنقل لكم كل حاجة حلوة في حياتي، كل الطاقة الإيجابية اللي في حياتي. هنستمر وهنعيش على وضعنا. تمام، تعالوا نشوف بقى ايه انا عندي. اللي ما يعرفش بقى، انا عندي 4 اولاد ربنا يخليهم لي يا رب. جاسر ابني الكبير، هنبدا بقى بالكبير. طبعا انا اللي بفضل على فكره عودوا ولادكم ان كنتوا تزنوا عليهم فين هديه عيد الام، فين هديه العيد الام. مهما حصل لازم يجيب لك هديه عيد الام، حتى لو الحاجه ديت ب5 جنيه او ب10 جنيه. خليه يتعود دايما يجيب لك هديه عيد الام، بجد هتفرق معاكم جدا جدا في حنيه، في طيبه، في طبطبه. بيكبر بقى متعود ان ده يوم مش عادي. ان هي الام ما بتتنسيش، بس طبعا الجيل اللي طالع ده لازم نعودهم ان هم يحتفلوا بيوم زي ده. ابني جاسر جاب لي الهديه دي، جاب لي بوك. هو عارف ان انا محتاجه محفظه شكلها جميل اهو، هفتحها لكم من جوه. انا عندي محفظه بس اصغر من دي، فانا قلت له حابه. فهو سالني صراحه قال لي عايزه ايه يا امي، فانا قلت له انا محتاجه محفظه، هي غاليه شويه عليه بس هو حوش من مصروفه وجابها لي اهي. بصوا شكلها حلو قوي، وممكن احط فيها احلى حاجه عجبتني فيها ان في مكان لده، عشان انا معايا فيز كتير فبحب ايه، والبطاقه ومش عارفه ايه والحاجات ديت بحب ايه احطها اهو بالشكل ده. شكلها حلو قوي وكيوت، وكل سنه وهو طيب. وبجد بجد تسلم ايدك يا جاسر، تعيش يا رب يا حبيبي وتجيب لي. وكتب لي كده كارت كده مكتوب فيه كل سنه وانتي طيبه يا امي وعقبال مليون سنه. بس كده الكارت حلو جدا والهديه جميله جدا، كل سنه وهو طيب. ده ابني الكبير. بنوتي بقى وعد جابت لي ايه بقى، جابت لي والله انا عمري ما فكرت اجيبها، سبحان الله هي جابتها لي، اللي هي السباحه دي حلوه قوي اهي، عشان خاطر كمان رمضان. حلوه قوي يعني عجبتني صراحه، المفروض كده اهي. وطول ما انا قاعده اهو اسبح 1
2 3 4 5 6. حلوة قوي قوي. تسلم ايدك يا عودة، تعيشي وتجيبي لي يا رب. وجابت لي الكارت ده جميل جدا. تسلم ايدك يا عود. هي دي كانت هدية مين؟ وعد. تعالوا بقى نشوف هدية عبد الرحمن. بودي ابني واخداهم بالترتيب، الاكبر فالاصغر فالاصغر فالاصغر. جاب لي الكوبايتين دول حلوين قوي، انا كان نفسي فيهم بجد يعني، بالرغم ان انا عندي كوبايات كتير، بس بالفعل انا كنت محتاجاهم. رمضان داخل علينا، الكوبايتين حلوين قوي اهي. ودي الكوبايه التانية حلوين. تسلم ايدك يا بودي، تعيش وتجيب لي يا بودي. وادعوا له ربنا يشفيه ويعافيه، لان هو حبيبي وهو بيجري اتخبط يا عيني في حاجه، وعامل جبيره في ايده كده، فربنا يشفيه يا رب ويعافيه. ادعوا له تحت في الكومنتات. بس كده. ودي كانت هديه بودي. حيوته بقى بنوتي الصغيره كان نفسها، وعارفه يعني ايه عيد ام والكلام ده كله، كان نفسها تجيب لي حاجه. فالمهم هي تلقائيه جدا بتجيب توي سيتي دايما. تمام. ففي توي سيتي طلع لها الميداليه دي اللي انتوا شايفينها، بصوا عامله ازاي. وراحت قالت لي يا ماما غمي عينيكي اول ما رجعت اهو. بصوا عامله ازاي، جميله جدا جدا. لقيتها في التوي سيتي، فاول ما شافتني غمي عينيك يا مامي، فانا غميت عينيا فادتني دي. انا فكرتها والله جابتها، نزلت مع اختها وجابتها، اتاريها طلعت في التوي سيتي. سبحان الله يعني، هي دايما بيطلع لها العاب وكده، فطلعت في التوي سيتي فحطيتها في الميداليه. بس كده اهو. وتفتكروا الهدايا خلصت على كده؟ لا، ابو العيال جاب لي برضو هديه، تعالى اوريها لكم اهو. جاب لي الشنطه ديت، طبعا مش هو اللي جايبها لي، هو اداني صراحه الفلوس. الشنطه ديت يا بنات ب 500 جنيه. تعالوا بقى نشوف ايه جوه الشنطه ديت، وانا جبت ايه بال 500 جنيه. طبعا هي تبان حبه صغيرين، بس انتوا عارفين ان الميك اب بيبقى غالي وكده، وانا بحب اجيب الميك اب الاوريجينال وكده. جبت قلم الروج ده تحفه جدا جدا اهو. عايزه اقول لكم ان هو حكايه، قلم الروج ده حكايه حكايه حكايه. وجبت ايه تاني؟ وجبت برضو يعني جبت روج حلو قوي، اللون الكشمير، وجبت اللون البني تحفه اهو. جبت 3 صوابع روج كده كفايه. وجبت ايه تاني؟ وكمان جبت كونسيلر. طبعا جبت 2 لان انا بستخدمهم بديل كريم الاساس، لان انا بحب احطهم في المناطق الغامقه اللي في وشي، ما بحبش كريم الاساس خالص الا لو في مناسبه وكده. بس انا بحب الكونسيلر استخدمه استخدام يومي، المنطقه اللي حوالين العين، وكمان المناطق اللي بتبقى غامقه اللي حوالين البق وكده والحتت دي وكده. بس كده. جبت 2. طبعا الحاجات دي كلها اوريجينال. وجبت كمان بودرة مط اماندا حلوة قوي قوي، انا على طول بستخدمها وبحبها جدا جدا. وجبت كمان روجاجو خطير جدا، اللون الخوخي انا بموت فيه. اللون الخوخي تحفه قوي قوي على السمر اللي في نفس درجه بشرتي. روجاجو بستخدمه، روجاجو اي شادو كمان فوق العين اهو، خوخي جميل جدا، درجته حلوه قوي. وكمان جبت الماسكارا ديت، الراجل شكر لي قوي فيها، اللي هي اسمها تشاو. قلت اجربها برضو، لان انا دايما يعني ليا نوع ماسكارا معين، لونج لو حد يعرفها وكده، هي مش ماركه بس انا بحبها جدا. وكان ناقصني الفرش ديت اللي هي الدمج، اللي هي بيبقى دمج تحت العين وفوق العين اهو. اهي الفرش بصوا، يعني انا بحاول حاولت اجيب الحاجات اللي ناقصاني بس كده. هي دي الشنطه، قطعت 500 جنيه. وتسلم ايدك وكل سنه وانت طيب. زي ما انت يعني فرحتني كده، وربنا يسعد قلبك يا رب، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، ربنا يخليهم لي. انا ما كنتش متوقعه ان هم هيجيبوا لي الهدايا دي وكده. وطبعا في اخر الفيديو، انا مش عايزه اقلب الفيديو ده يعني نكد ولا اي حاجه، لان كنتوا متعودين عليا بالطاقه الايجابيه وكده. حابه اقول لامي الله يرحمها،
كل سنة وهي طيبة، هي في مكانة احسن من اللي احنا فيها ديت. وامي لو كانت طلبت عيني كنت بديها لها، بس كده يعني. ربنا يرحمها ويغفر لها، هي وحماتي وخالتي وكل اموات المسلمين اجمعين. ربنا يصبر اي حد زي كده فاقد امه في يوم زي ده، لان بجد بجد على قد ما الناس بتفرح فيه، في ناس بتبقى حزينة جدا جدا فيه. وانا ما حسيتش بمعنى الحزن الا لما اتحطيت في الوضع ده، فالحمد لله. انا كل اللي انا اقدر اعمله ليها امي ان انا اقدم لها هدية، يعني ان انا اخرج صدقة جارية ليها وادعي لها بالرحمة والمغفرة. هي حاسة بيا وحاسة بحزني وحاسة بأي حاجة بتحصل لي في حياتي، وبتجيلي دايما وبتطبطب عليا، وده كفاية عندي. وهي الحمد لله ميتة وهي راضية عني، وكل دعوة دعيتها لي وهي عايشة قعدالي يعني في دنيتي، وقعدالي في حياتي، في جوزي وفي ولادي، ربنا يخليهم لي يا رب. في آخر الفيديو أطلب من أي حد بيشوف الفيديو ده دعوة حلوة لأمي، ربنا يرحمها ويغفر لها. اقروا لها الفاتحة وادعوا لها كتير تحت في الكومنتات، هي وكل أمهات المسلمين أجمعين. كنت مبسوطة جدا جدا وانا معاكم. ما تنسونيش في اخر الفيديو زي ما انتم متعودين مع يوميات ام حياة دعوة حلوة منكم، وتعليقاتكم اللي دايما بتشجع ام حياة، واللايك الحلو منكم. يلا باي باي.